قريبنا بدور على شغل، شاب خريج بكالوريوس وفجأة يظهر الإعلان، بس أنت لحق عد مصاري. شو يا جماعة، أنا جاهز، أنا عندي استعداد أتشقلب للزباين ودق سلفه بسرعة 500 وعليهم. طبعا المكان كله نساء من آخر طراز. اطوي صفحة الفقر اللي راحت من حياتك. طيب أنا جاهز. ممتاز سيدي، وأنت ما شاء الله عليك وإحنا موافقين عليك وشايفينك مناسب للشغل. بس إيش؟ أنا حاضر في اللي بدكوا إياه. يمكن لحد الآن الضحايا مش عارفين إنهم ضحايا ولا عارفين إنه انتصب عليهم أصلاً. نفوت على القصة. قريبنا بدور على شغل، شاب خريج بكالوريوس قاعد بباطح الحيطان من قلة الشغل، وفجأة يظهر الإعلان. التسويق الذكي، مطلوب موظفين للعمل وبرواتب مجزية جدا على الآخر. شو الشغل؟ شو الشركة؟ أهلا بك في عالم البزنس وريادة الأعمال. مجرد إنك ما تشتغل معنا راح تفتح لك أبواب الدخل من حيث لا تحتسب، بس أنت لحق عد مصاري. شو يا جماعة، أنا جاهز، أنا عندي استعداد أتشقلب للزباين. شو الترتيب؟ كيف أبدأ؟ اتفضل عنا على الشركة وإحنا راح نفهمك. ودق سلفه بسرعة 500 وعليهم. أنا فلان حكيت معكم تليفون. أهلا أستاذ، اتفضل استريح. شو تشرب؟ طبعا المكان كله نساء من آخر طراز، وبدخلوك على المدير العالمي المحترف أبو ربطة خمرية فخمة مخملية. اتفضل خليني أشرح لك عن آلية العمل اللي راح يغير حياتك. اطوي صفحة الفقر اللي راحت من حياتك. من الآن أنت راح تكون من ذوي الدخل المرتفع. شوف يا سيدي العزيز، الشغل عندنا مبيعات وتسويق، ومنتجاتنا فخمة ورخيصة وعابرة للقارات. ارميها رمي للناس بيشتروها. عندنا شامبوهات وكريمات ومنتجات عناية وكوزماتكس وكونسيلر واي شادو لتصغير الأنف وفونديشن لتصحيح الأكتاف، وعندنا غيرهم 180 منتج. انت بس قول عندي ومع شوية مهارة من عندك وشوف الشغل، واحنا بنعطيك راتب 800 دينار وعمولة 30% من المبيعات. طيب أنا جاهز. ممتاز سيدي، وانت ما شاء الله عليك واحنا موافقين عليك وشايفينك مناسب للشغل. بس ايش؟ انا حاضر في اللي بدكوا اياه. شوف يا سيدي، احنا عنا بطق الباب السكرتيرة الصاروخ بتفوت وبتفتح وبتقول مستر إلي وصل الإيميل من دبي والشحنة صارت بميامي. شكرا آنسة ندى، بس ما تنسي تشيكيلي على البنك أكاونت عشان حوالة الأمير سمعان المرشد. تمام أستاذ. وين كنا؟ إحنا عنا اختبار وإذا بتنجح فيه تتوظف بعدها مباشرة. أستاذ شو الاختبار؟ الاختبار في المبيعات، واللي هو انك لازم تبيع 10 علب من منتج سلك هير برودكشن وتبيعهم خلال اسبوع، وطبعا ثمنهم 600 دينار كوست عليك، وانت بتبيع العلبة ب90-100 دينار. بس هيك بسيطة، انا بياع وبدي اشتغل، انا بقدر ابيعهم بسهولة. اعطوني علبة وهي ثمنها وبكرة وبعده بكمل. لا استاذ، للأسف لازم تاخذهم كلهم دفعة واحدة. بيروح قريبنا يخابط يمين شمال يدور على 600 دينار ليدبرهم عشان يشتغل، وبالتي هي أحسن بدبرهم وبقول لك حتى لو ما بعتهم عادي، على الأقل بتوظف بشتغل وبعدها ببيعهم على مهل، وبأمن 600 دينار وبروح على مستر إلي بدفع 600 دينار عند المديرة المالية اللي هي نفسها السكرتيرة، وبأخذ المنتج وبروح وبقعد يخابط طبعا فوق تحت يمين شمال، ببيع 1-2 يمكن لا، وبعدها برجع على الشركة عامل حفلة إنه بياع المنتجات أنا جاهز للوظيفة ونجحت بالاختبار وبعت المنتجات. طيب أستاذ ممتاز جدا، خلص انتظر منا اتصال قريب جدا، وعد أيام وليالي ولا حدا بيتصل ولا حدا بيعتمد، وشكرا وعفوا وسلام مع السلامة. وإذا أصريت عليهم وضغطتهم زيادة بقولوا لك والله فللت الشواغر، وهذا أصلا إذا لقطتهم، لأنه كل 3-4 شهور هم بمكان مختلف وأسماء مختلفة وأرقام مختلفة، وراحت عليك 600 دينار. 10 علب شامبو أبو الشلن حطهم بالحمام وظلك تحمم فيهم للأبد. هذا إذا ما سقطوا شعرك أساسا. وبس هيك، هذا اللي بصير. جوبلاس عبد الرحمن عطية، دمتم بخير.